اقول لك قصه جميله جدا. زوج كان متزوج زوجته ومات بعد زواجه ب20 سنه، وبعد 20 سنه كان جه واحد في العزاء وبتاعه يقول يعني فلان مات، وفلان دوت كان كل يوم يعطيني سر الطعام، وما كانش يقول له طب استنى انت صايم اعمل معاك، طب انت كذا، ما كانش يقول لهم. واكتشفوا ان هو طوال ال20 سنه كان ياخد الطعام من اهل بيته على اساس انه هياكل في مكان عمله، وكان يعطيه لهذا الفقير ويكمل صيام ويجي بالليل. 20 سنه محدش عارف عنه حاجه. الله على الأعمال اللي يعني شاء ربنا، برغم ان اصحابها بيكتموا عليها ويقفلوا عليها ويعملوا، ما تتعرفش الا بعد ما ماتوا ان شاء الله، او تحسب يوم القيامه حسبه لله. ده اخلاص، بعمل عمل لله مش عايزه منه الا الله سبحانه وتعالى. طب كلتي، طب انت فطرتي، طب كذا، الحمد لله، الله ربنا كرمنا اخر كرم. يعني تعريض بالكلام وكذا، ده ما انتش عايزه حد يعرف. الواحد كان بيعاني وهو بنات يقول لك ايه، لا واحنا في بيت اهالينا بنعرف نداري، طب اما اتجوز بقى ويقعد يقول له اقعدي كلي معايا، ما هيعرف ان انا صايمه، وبعدين انا مش عايزه اقوم اصلي قيام وهو شايفني، ده حاجه بيني وما بين ربنا. معظم البنات ما بيبقاش لسه واخدين على الجواز تقول لك لا ازاي اقوم اصلي قيام ما هيشوفني، وهم يا حبايبي من حرصهم انهم يداروا صلاتهم ويداروا حاجه، دي حاجه جيده.